السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، زي متعودين ما بنخش كل مرة، الفراخ منتشرة في جميع الأماكن. الفراخ منتشرة في جميع المكان اللي انتم شايفينه ده. طبعا دي بتدل ان التهويه كويسه، ان التدفئه كويسه. وقلنا كذا مره يا جماعه فراخ البيضه لازم تخلي بالك من حاجات كتير. واول 3 حاجات مهمين في تربيه الفراخ البيضه، اول 3 حاجات، وما فيش حاجه مش مهمه، كل حاجه بنقولها مهمه، بس احنا بنأكد على ال3 حاجات دول بالذات لان بتبقى المشاكل كلها فيهم. اول حاجه التهويه، تاني حاجه التدفئه، تالت حاجه الفرشه تكون نضيفه. الفرشه تكون نضيفه اللي هي المكان بتاعه يكون نضيف، بالذات اللي بيربي على تبنه او نشاره. يعني حاليا دلوقتي اللي بيربي في الشتاء على ارضيات بلاستيك زي كده مش شايل هم. الفرخ بعيد عن الحمام، بعيد عن اي لون فضلات هو بيعملها، بتمنع عنه كوكسيديا وكوليستيريديا، بتمنع عنه جميع انواع الاسهالات وطبعا التنفسي، الريحه والامونيا والحاجات دي. فاحنا بنتكلم عن الناس اللي بتربي على نشاره وعلى تبن، لازم تنظيف المكان باستمرار، او رش الجير وطبقه تبن. ايا كان انت بتحطي بقى تبن، بتحطي نشاره، عقمي المكان وحطي تبن او جير، يعني على الاقل مرتين في اليوم. طب الطبقه تقلت معايا يا ام مصطفى؟ لو هتغيري ال 40 يوم بتوع فتره الفراخ دي، تربيه الفراخ دي بتاخد 40 يوم مثلا، لو هتغيري مرتين 3 مش كتير عليكي برضه. يعني انت لو كل 15 يوم مثلا غيرتي مره، شلتي الفرشه مره، انت الكسبانه برضه، مش هتتعبي في حاجه. كل ما تتقل معاكي لو في ريحه امونيا يعني في الشهر ممكن تغيري المكان مرتين. وال10 ايام هتخرجي دورتك وهتنضفي زي ما اي حد بينضف. اخر مره هتنضفي، هتخرجي فراخك وهتنضفي المكان بس. يعني اخر 10 ايام هتنضفي في الشهر، كل 15 يوم هتنضفي في الشهر مثلا مرتين، مش كتير يا جماعه. والاخر مره مثلا هتخرجي بقى فراخك كل 10 ايام، هيبقى في 10 ايام هتخرجي فراخك وتنضفي المكان عامه بقى ايه بعد الفراخ ما خرجت. يعني بنحسبها برضو، هما يعتبر مرتين اللي انت هتعقمي فيهم المكان. قبل ما تيجي تعقمي التالتة هتكوني خرجت فراخ، او تنضفي مكانهم في تالت مره هتكوني خرجت فراخ. فمش كتير يا جماعه الناس اللي بتكسل. احنا في الولعه في عز الحر بنشتغل، في عز التلج وفي عز الجو بيبقى بيمطر عليا على السطح وبطلع لحاجتي. معلش، كل ده عند ربنا بصوابه، وربنا يعني ربنا بيكافئ كل واحد على قد تعبه. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هتقعدي الدنيا بتمطر وهتقعدي معلش تحت البطانيه او هتتدفي وتسيبي حاجتك فوق تعدم، حرام. وهتهملي، طب وتهملي ليه؟ قومي شوفي حاجتك، شوفي فرخ سقعان، فرخ حران، الفرشه مش نضيفه نضفيها. شوفي جسم الفرخ ان كان مزرق كده، جسمه مزرق، يبقى المكان مكتوم عليه، او سموم في العلف، اتصرفي. اول ما تخشي لازم تبصي على جسم الفراخ، تشوفي مكتوم محمر، يبقى محمر كده، يبقى اعرفي ان الفراخ كويسه معاكي. الفرخ مثلا جسمه مكتوم، يبقى في احتباس حراري في المكان، في عدم تهويه كويسه، العلف فيه سموم. بصي على صوت الفراخ، في رشح، في خنفره، في اسهالات، في حاجات كتير يا جماعه، في حاجات كتير لازم ناخد بالنا منها. وعايزه اقول لكم الفرخ العريان ده اهو، اللي بيبقى عريان ده، بصوا الفرخ اللي بيبقى عريان ده اهو، الريش بتاعه مش كامل ده، بتاخدي احسن واحسن فرخ واحسن وزن. انتوا عارفين الفرخ اللي بيريش بسرعه زي مثلا الفرخه دي، او الفرخ اللي في الاخر خالص دي ريشه كامل اهو، بيبقى خفيف، يعني ممكن يتعدوا على الصوابع هنا اللي مريشين مقفلين ريشه، ما يجوش 5 ولا 6. بس عايزه اقول لكم ان الفرخ اللي بيريش بسرعه ده او ريشه كامل ده وزنه بيبقى بسيط. لكن الفرخ العريان ده اهو بسم الله ما شاء الله على الوزن بتاعه، بيبقى الوزن بتاعه جميل جدا وتقيل وبيديكي وزن بجد. يعني اهو بصوا زي اللي انا بوريه لكم ده، ماشي. فحافظوا يا جماعه الحاجه، معلش الحاجه غاليه، وغير خدمتك وغير النشاره وغير التبن وغير خدمتك انت والعلف والكتكوت ذات نفسه بقى غالي. وبعدين ده دوره رمضان، كل سنه وانتم طيبين، محدش يهمل فيها، مفيش وقت ان انت حاجه تروح منك تجيبي غيرها، خلاص اللي جاب. فربنا ما يزعلش حد يا رب. المهم سموا بالله وصلوا على رسول الله. وزي ما قلنا النهارده العمر 32 يوم، وتعالوا نشوف الفضلات. وعايزه اقول لكم في فرخه ربنا كريمها كده وحاطه لي الفضلات فين على قالب الطوب. بصوا
العلافه يعني دي اللي انا بتكلم فيه بقى. بصوا علافه كمان هناك اهي، بس عايزه اقول لكم مفيش حاجه واقعه. بصوا يا جماعه الفضلات اهي، بصوا الفضلات اهي، بصوا انا بعمل زوم اهو، بصوا الفضلات لونها عامل زي الطبيعه على قالب الطوبه. في فرخه عامله حمام على قالب الطوبه، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي بس الفضلات بنوريها لكم بس على قالب الطوب، وهنعدي نشوف لكم حاجه تاني برضو نوريها لكم. اهم حاجه الفضلات، وقلنا قبل ما تعملي سقو وقبل ما تعملي اي حاجه لازم تخش تبصي على الفضلات. برضو انا عملت لكم زوم عليها واعزكم والله، هي من قريب اهي. دي الفضلات يا جماعه بتاع الفراخ. وهنا اهي برضو حاجه بسيطه اهي، بس كويس ان احنا بنلاقي حاجه بسبب الارضيات البلاستيك دي، لان صعب الارضيات البلاستيك دي نلاقي عليها حمام، لانها زي ما قلت لكم قبل كده بتنزل تحت في الارضيات ما بنلاقيش حاجه. فكويس ان احنا لقينا حمام او اتنين. هنا برضه اهو اعزكم الله في الجنب اهو برضه حمام اهو، الطبيعي. قبل ما تخشي تعملي اي حاجه، حتى لو انت عامله الحاجه دي ومجهزاها ودخلت لقيتي الحمام مش اللي هو، والحاجه دي هتضرهم وعندهم اسهالات، اخرجيها بقى حطها لاي بط اي فراخ بلدي عندك. يعني لو انا دلوقتي عامله سقوه اهو، مثلا انا عامله سقوه اهو، طبعا السقوه اللي عاملاها دي اصلا للتنفسي، ملهاش علاقه بالاسهالات خالص، للتنفسي. بس لو انا عامله بقى عسل وخميره وحلبه زي ما عملت معاكم امبارح، ولقيت في حاجه في الاسهالات او في عندهم اسهالات ايا كان اي لون، انا مش هحط السقوه اللي انا حطيتها امبارح. عشان كده بنقول نخش ناكد على على الحمام نشوفه الاول. ماشي معاكي ايه يا ام مصطفى؟ الغلوه دي انا عاملاها بقالي دلوقتي 4 ساعات. زي ما قلت لكم امبارح هنعمل غلوه الورق الجوافه والجنزبيل والنعناع. انا عملتها كوقايه، بس عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم ان البرد راح نهائي، بس برضه هرجع واقول البرد راح نهائي من زيت النعناع الاول، لان يوم ما عملت السقوه دي وانا داخله قبل ما احط لهم السقوه دي عشان ربنا ما يحاسبنيش برضه، انا ابقى اقول اللي ليا واللي عليا، كنت انا حاطه زيت نعناع جبته، واقول لكم هوريكم زيت النعناع دلوقتي. هو اللي يعني دخلت وفصلت معاكم مش لاقيه صوت زي ما كنت دايما الاقي عطسه الاقي خنفره، مفيش خالص ولا حتى فرخه والله يا جماعه، ولا فرخه. يعني قبل ما احط السقوه دي، يعني هي برضو الجنزبيل يا جماعه وورق الجوافه والنعناع حاجه ممتازه جدا للتنفسي، ممتازه جدا. وكمان الجنزبيل بيدفي الفراخ، وحلو كمان برضو للديدان زي الشيح كده، كويس للديدان برضو. والنعناع انتوا عارفين كويس جدا، والورق الجوافه برضو كويس جدا. الحاجات دي كلها للتنفسي ممتازه. بس سبحان الله وانا داخله احطها ما لقيتش اي حاجه عند اي فرخه بتعطس. وهقول لكم الزيت النعناع اللي انا جايباه كان ايه دلوقتي. المهم بس نشوف السقوه بتاعتنا الاول. ادي يا جماعه ورق الجوافه اللي انا جايباه معاكم اهو، اللي انا قلت لكم جايباه من الارض اللي جنبنا. بصوا دي ورق الجوافه اهو، والنعناع اهو انا حطيته المره دي سليم. المره اللي فاتت كنت مقطعه جذوره والنص بالنص وحطها كده. بصوا دي النعناع اهو، وريكم ورق الجوافه. جيت النهارده بقى لفيت عند العطارين تاني ولقيت قطعه واحده اهي جنزبيل يا جماعه. عايزه اقول لكم عامل زي المخدرات. بصوا قطعه دهب 20 جنيه، لا يا رب ب 15 جنيه. ده هي ب 15 جنيه. هي والله الراجل قال لي اخر واحده ما عنديش تاني، انا كنت عايزه اجيب قد 2 3 كمان، قال لي والله يا ام مصطفى اخر واحده عندي ما فيش الا هي دي يا جماعه. الجنزبيل اللي هو بيتغلي اهو. ماشي بقى كده اوريكم ورق الجوافه اهو، نعناع اهو، وادي الجنزبيل اهو. سقوه بقى ممتازه جدا للتنفسي. طبعا هنصفيها وهنفرغ في اللهم صل على سيدنا محمد في السقايات. وتعالى اقول لكم بقى زيت النعناع انواع يا جماعه. طلع بقى الواحد برضو كل مدى وبيعرف حاجات كويسه برضو. زيت النعناع انواع، صلوا على النبي كده بس الاول. انا عشان الزيت النعناع ده عجبني جدا وانا بجيب الجنزبيل النهارده جبت 2 اهو. بصوا طبعا اللي جايه لي في الاول خالص اللي انا خلصتها على الفراخ حطيتها على مرتين ولا 3 من دي. الازازه من دي ب 15 جنيه. دي مش جاهزه طبعا، ولا لها ورقه ولا لها كرتونه ولا لها اسم. الازايز دي فاضيه عند العطار يا جماعه، والعطار بيملاها لك. عنده زيت نعناع خام مركز، مش اللي انتوا بتجيبوه بقى في علبه من عند العطار ب 25 جنيه، كنت انا بجيبه في الاول خالص. عنده زيت نعناع مركز يا جماعه خام، بيعبي زي ما انت عايزه. يعني الازازه من دي ب 15 جنيه، الازازتين من دول ب 30 جنيه، انا جايبه الازازه ب 15 جنيه. كنت بنتي بقى جابت لي واحده قبل كده اللي انا حطيتها للفراخ وخلصتها خالص الجرعه، وبدات ان انا اعمل ورق الجوافه والجنزبيل والنعناع. دخلت لقيت مفيش اي حاجه عند الفراخ قسما بالله.
انا بقيتش مصدقه لما فصلت معاكم الفيديو عشان اصفي الحاجه واحطها مش لاقيه. انا كنت الاول وانا بسجل معاكم الصوت باين، كنت اخش ازعل قوي على العطسه والخنفره بتاع الفراخ. عايزه اقول لكم الزيت ده اهو من فضل ربنا، ربنا جعله سبب والفضل لله طبعا ان يقضي على البرد نهائي نهائي. زيت خام هو بيعبهولك من عنده ازازه كبيره وبيعبهولك من عنده، ده مركز يا جماعه، ده زيت خام اللي هو مركز. ازازه اهي ب 15 جنيه، الازازه الواحده من دي ب 15 جنيه. حبيت ان انا اوريها لكم برده عشان الناس ما تجيبش اللي هو في كرتونه اللي هو الجاهز من عند العطار. في زيت نعناع مركز خام بيعبوا منه بالطلب. شوف انت هتروحي للعطار تقولي له ايه، هيقول لي هتقولي له زيت نعناع يديك الكرتونه اللي نعرفه ويدالك وتمشي. لا، قولي له انا عايزه زيت نعناع مركز اللي هو الخام اللي انتوا بتعبوا منه. عندهم ازايز فاضيه زي دي وبيعبوا لك الازازه بيقول لك بكذا. ماشي. حبيت اوريكم برده الحاجه اللي جابت معايا نتيجه الاول من فضل ربنا، وبعد كده برده احنا بنعمل الحاجات دي كوكب. سموا بالله وصلوا على رسول الله. وهنحط ايه الميه بتاعت الجنزبيل والنعناع وورق الجوافه، هنصفيها ونحطها في السقايات ونشوف هنعمل ايه تاني. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين صفينا الحاجه وخدنا الخشنه اللي بتطلع رميناها للفراخ البلدي، مش هتخسر معانا في حاجه، او للبط. غاليه حلبه مش عايزه تحطي الحب بتاعها للفراخ البيضه حطها للبطه او عندك فراخ بلدي. غاليه شيح برضو عايزه تحطيه هناك للفراخ البلدي او بطه عندك. غاليه شعير عايزه تشيلي الحب اللي هو الخشنه اللي بتطلع تحطيها وتاخدي السائل على الميه. يعني الطيور كلها تستفاد، الفراخ البيضاء تستفاد والحاجات التانية هتستفاد برضو بالخشنه اللي هو التفل اللي بيطلع يا جماعه. زي ما انتم شايفين حطينا السقوه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. وطبعا بقى فضينا العلافات وكملنا على العلف اهو. وطبعا معانا بسم الله ما شاء الله 3 مكونات يعني من الدرجه الاولى. معانا ايه بقى؟ معانا حبه البركه مضاد سموم ورافع مناعه ممتاز جدا طبيعي، ومعانا نشا وقايه من الاسهالات، ومعانا كركم. طبعا الكركم يا جماعه لا غنى عنه، وقلنا كذا مره وبنقول تاني صيدليه كامله. مضاد حيوي طبيعي رافع مناعه، مضاد سموم، فاتح شهيه، بيزود الوزن، مضاد للكساح، مضاد للفيروسات، زي ما تقولوا كل حاجه قولوا. الكركم ده لا غنى عنه في تربيه الفراخ البيضاء. هنقلب كل المكونات دي كده على بعضها ونحط للفراخ. كده قلبنا العلف وحطينا الايه على الاعشاب اللي احنا حطيناها، وحطينا بسم الله ما شاء الله 4 علافات وسقايتين كل سقايه 4 لتر. طبعا زي ما انتم شايفين الفراخ يعني ما فيش هجوم على الاكل ولا العلف. على ايه بقى؟ لان احنا شايلين قدامكم علف وشايلين ميه. ما فيش هجوم على العلف والميه يعني، لان احنا متفقين مع بعض لا بنجوع ولا بنعطش. احنا لو بنجوع ولا بنعطش كنتوا عايزين بقى 10 سقايات و10 علافات. الناس اللي بتجوع بالساعتين والثلاثه مش هيقضيها ولا 10 علافات ولا 10 سقايات. والناس اللي بتحط علافه او 2 وبتجوع الفراخ وتيجي الفراخ تاكل، في فرخ بياكل وفرخ ما بياكلش، بيبقى في تفاوت في الاوزان. في فرخ بياكل وفرخ ما بياكلش، لما بتجوعي الفراخ بيبقى في تفاوت في الاوزان. فرخ بيشرب وفرخ ما بيشربش بتبقى مشكله. فليه يا جماعه ما تجوعوش يا جماعه الفراخ وما تعطشوش يا جماعه الفراخ. قلنا لو ساعه حتى للظروف، لو في اسهالات بتعطشي ساعه لو انت عامله سقوه، لو في برد بتجوعي ساعه لو انت عامله خلطه. لكن على الفاضي والمليان عشان التحويل هيقف معاكي بتاع الفراخ. العطش وكتر العطش والجوع مع الفراخ التحويل هيقف معاكي. فبلاش من الموضوع ده خالص. الناس اللي ده في ناس اسمع واعرف كده في ناس بتجوع بالاربع 5 ساعات. ازاي؟ انا ما اعرفش يا جماعه. بلاش الموضوع ده خالص، لان في الاغلبيه بيعمل الموضوع ده مع الفراخ والله غلط 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 غلط. ماشي. يلا يا حبايبي ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. شويه الاعشاب حطيناهم على العلف وسقوه حلوه كده وقايه من البرد، ويعني على قد الحال بس حاجه ماشيه. زيت النعناع ممتاز. والناس اللي عايزه تحط بتقول نحط كام سنتي على الميه من عمر الصغير 3 سنتي او 2 سنتي، وعايزين تحطوا في العمر الكبير ده يا جماعه 5 سنتي على لتر الميه. مش هيضر زيت النعناع، مش هيضر. اي حاجه اعشاب ما منهاش ضرر، اي حاجه اعشاب ما منهاش ضرر. ماشي يا حبايبي. يلا ده الفيديو بتاعنا كان النهارده. اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما تنساش في اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.